في العصور القديمة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقرون، حكم اليمن ملك عظيم يدعى أسعد الكامل، وكان يلقب تبع، وهو لقب يطلق على ملوك حمير. كان أسعد من سلالة ملوك حمير، ونشأ في مدينة ظفار عاصمة المملكة الحميرية في جنوب الجزيرة العربية. اشتهر بقوته وقدرته على الفتوحات، فقد وحد معظم أراضي اليمن وامتد نفوذه إلى مناطق واسعة في الجزيرة العربية، بل وصل إلى الحجاز وشمالاً حتى بلاد الشام وشرقاً إلى العراق. ذات يوم قرر الملك تبع أن يغزو مدينة يثرب، المدينة المنورة اليوم، فجمع جيشه الضخم وسار إليها. عندما وصل وجد أهلها من اليهود يقاومونه، لكنه هزمهم وأراد أن يدمر المدينة. لكن اثنين من علماء اليهود، وهما كعب وحيان، نصحاه بعدم تدميرها، وقال له إنها ستكون مهاجر نبي آخر الزمان، وأنه إن دمرها فسيلقى حتفه. تأثر تبع بنصيحتهما، فترك المدينة سالمة وبنى فيها مسجداً أو مكاناً للعبادة، وأصبح يؤمن بما أخبره به عن النبي المنتظر. ثم توجه تبع إلى مكة المكرمة، حيث زار الكعبة المشرفة، وكان أول من كساها بقماش فاخر، وأمر بتطهيرها من الأصنام. روي أنه أصبح مؤمناً بالله الواحد، ودعا قومه إلى التوحيد، لكن بعضهم رفض وتمرد. ذكر الله تعالى تبع وقومه في القرآن الكريم في سورة الدخان: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وسورة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وقوم تبع. عاد تبع إلى اليمن بعد رحلته، وقد تغيرت حياته، فأصبح يحكم بحكمة وعدل، وترك إرثاً من الفتوحات والحضارة. توفي بعد حياة مليئة بالمغامرات، ويعتبر من الملوك الذين ذكرهم التاريخ كرمز للقوة والإيمان في العصور الجاهلية. هذه القصة تذكرنا بكيف يمكن للإنسان أن يتغير بالنصيحة والإيمان، حتى لو كان ملكاً قوياً.